قبل ما نبدأ الملخص صلي على النبي واعمل لايك للفيديو لو عجبك، لان ده بيشجعنا نعمل فيديوهات اكتر واكتر. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان توصل لكم فيديوهاتنا اول باول. وبدون ما اطول عليكم يلا بينا على الملخص. بسم الله. وبيبدأ فيلمنا بشاب بيقول: النهارده يوم الفالنتاين وانا بصور الفيديو ده عشان يكون ذاكرة ليا انا وحبيبتي سمران. دخلها الغرفة وعيد عليها وهي قالت له: ما تصورنيش يا كبير، شكلي وحش. قال لها: انت شكلك زي القمر ومش هوقف تصوير غير لما تقولي لي بحبك يا كبير وهفضل معاك العمر كله. قالت له: بحبك وهفضل معاك طول العمر، ابسط يا سيدي. وهنا بقى كبير بيسمع الفيديو وبيفتكر كل لحظة مع سمران وهو حزين جدا، وبيعمل مشاركة للفيديو على كل مواقع التواصل الاجتماعي. نروح لبيت في حفل زفاف، واللي هيتجوز سمير وسمران اللي المفروض تكون حبيبة كبيرها. وصل الفيديو اللي بعته كبير لسمير واتصدم اول ما شافه، وراح لسمران قال لها: هو ده بقى اللي كنت بتقول عليه صديقك؟ ممكن اعرف ايه اللي في الفيديو ده يا استاذه؟ كل المعازيم في الوقت ده وصل لهم الفيديو هم كمان، وفضيحه سمران بقت بجلاجل، وسمير بقى شكله وحش جدا وتعصب وخد رجالته وراحوا لبيت كبير. فضل يضرب فيه والاستاذ كبير كان سكران ومش قادر يدافع عن نفسه. وسمران وصلت في الوقت المناسب وبعدت سمير عنه. قعدت قالت له: انت عملت فيها كده ليه؟ استفدت ايه انت دلوقتي لما فضحتني؟ استريحت كده؟ ايوه استريحت وانتقمت منك لانك سبتيني ورحت لشخص غيري. انت دمرت حياتي ومستقبلي، ودلوقتي كله عرف انك كنت بتحب واحد ورحت اتجوزت شخص تاني، وكلهم هيقولوا عليك خاينه. دلوقتي انا بعترف اني خنتك يا كبير، بس انت كمان هيقولوا عليك خاين. عارف ليه؟ لانك قطعت علاقتك باهلك وتخليت عنهم كلهم وشوهت سمعتهم، ومستقبلك اللي بتقوله انه اتدمر بسببي ده انت اللي دمرته لانك شخص فاشل. في مؤلف ما يألفش ولا كتاب؟ ده انت لو كتبت كتاب واحد كنت اشهد لك انك ناجح. انا سبتك لانك اناني وما بتحبش غير نفسك وبس. بعدها بيروح كبير لصديقه سيدهارت وبيقول له: انا قررت الف كتاب جديد. سيدهارت قال له: قصدك تكمل كتاب؟ انت خدت مني فلوس علشان تنشر 3 كتب وانت ما كتبتش ولا واحد منهم. كبير قال له: دي الفلوس اللي انا خدتها منك يا سيدهارت، انا مش جاي اطلب منك فلوس تانية. انا خسرت كل حاجه ولازم اشوف مستقبلي وطموحي. كل اللي طالبه منك اني لما اخلص كتابي تساعدني ان انشره ويوصل للناس. تمام وانا موافق. خرج كبير لرحلته علشان يبحث عن قصة ملهمة يكتبها، ووصل لقرية سيد هاوس. وفي مدخل القرية في محرقة جثث لفتت نظر كبير، وشخص ظهر له وقال له: المكان ده مقدس، لو طلبت أي أمنية وانت هنا ممكن تتحقق. كبير قال له: بطل تخريف يا عم، انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ انت خايف تجرب ولا ايه؟ سابه ومشي، والشخص قال له: صدقني انت اللي هترجع هنا تاني وهتحتاجني. استغرب كبير الراجل وكمل مشي علشان يشوف أي سكن يقعد فيه. وفي الليل وصل للقصر ده، دخل ملقاش اي حد فيه والمكان كله هدوء. فضل ينادي على اي شخص علشان يطلع له، وشعلة النار دي ولعت لوحدها. ونزلت بنت جميلة في الوقت ده، وهو اول ما شافها اعجب بيها جدا. قالت له: امرني، اقدر اساعدك بايه؟ انا عاوز غرفة اقعد فيها. قالت له: القصر كله فاضي وفي 10 غرف، اختار لك اي غرفة منهم، انا عاوز احسن غرفة. سلمته مفتاح اكبر غرفة في القصر وقالت له: العشاء بيكون جاهز الساعة 8. قال لها: طيب هدفع لك فلوس دلوقتي؟ طيب انت دلوقتي قاعد عندنا، وقت ما تمشي بدفع. استغرب كبير من تصرفاتها وهي سابته ومشيت، وطلع بعدها لغرفته رتب الملابس بتاعته وخرج في ميعاد العشاء. قال لها: هو المكان كله هدوء هنا كل يوم؟ قالت له: ايوه، لان مفيش اي حد قاعد جنبنا ومش هتسمع اي حركه حتى. طيب انت مش هتاكلي؟ طيب انا هاكل بعدين. طيب على الاقل اقعدي جنبي بدل ما انت واقفه كده. قعدت بطريقه غريبه جدا، وهو قال لها: انت اسمك ايه؟ انا اسمي ميرا. معقول انت قاعده في القصر ده لوحدك يا ميرا؟ لا مش قاعده لوحدي، زوجي معايا بس هو مريض بالشلل وما بيقومش من السرير. طيب هو انت قاعده هنا طول الوقت ما بتخرجيش بره القصر؟ هخرج اعمل ايه؟ انا ممكن لما اخرج احس بالوحده بين الناس، كل واحد منا في قلبه اسرار وكلنا بنكون ضحايا لاسرارنا. استغربها جدا لانها بتتكلم بالالغاز، وهي قالت له: انت بتشتغل ايه؟ بكتب روايات وقصص. وانت هنا بقى علشان تكتب قصه معينه ولا جيت علشان تبحث عن قصه تكتبها في رواياتك؟ انا فعلا ببحث عن قصه. عرفت منين؟ مجرد صدفه. هسيبك انا بقى عشان ميعاد علاج زوجي دلوقتي. كبير قال لنفسه بعد ما اتكلمت ميرا: اتأكدت من تعابير وشها ان وضعها صعب جدا، يمكن اصعب مني. انا صحيح عشت في ماضي وحش، لكن هي باين عليها عايشة في كابوس كبير وشكلها مظلومة زي ما سمران حبيبتي ظلمتني. المهم وهو قاعد بيكتب في غرفته ريح جسمه، والباب خبط مرة واحدة وقام فتح لأميرة اللي بتقرب عليه واحدة واحدة. مالك يا مراميرو؟ هدي نفسك، مش كده حبيبتي، في اطفال معانا على اليوتيوب. المهم لاحظ كبير الوشم اللي على ظهرها، ولسه ميرا هتتحمرش بيه فقع عمنا كبير من الحلم ومسح كل اللي كان كاتبه على اللابتوب. ما انت لو نيتك سليمه ما كنتش حلمت بيها كبير، صف النيه.
المهم دخلت فراشة من شباك الغرفة في الوقت ده واستقرت على الترابيزة دي. عجبته شكل الفراشة وقام يبص عليها وهو مركز، والازاز بتاع الترابيزة انعكس وظهر له عفريت. اتخض جدا وباب الغرفة اتفتح لوحده وسمع الراديو شغال على أغنية قديمة. خرج بخطوات بطيئة ولقى الراديو شغال فعلا وراح يطفيه. أول ما طفاه سمع صوت حد بيتنفس، راح في اتجاه الصوت ووصل للغرفة دي وفضل ماشي بخطواته الثابتة وشاف صورة الشخص ده وركز معاها جدا. وباب المكتبة اللي ورا اتفتح لوحده واترمى منه كتاب. اتخض من صوت الخبطة اللي نزلت على الأرض ونزل مسك الكتاب، ولما قام وبص على الكرسي اللي قدامه شاف رجل شخص لابس جزمة وبيحرك في رجله. اترعب ولما بص على الصورة لقى الشخص اختفى منها. اللي بيحصل ده معقولة يكون خرج من الصورة يعني؟ اتجه للكرسي وهو مرعوب جدا علشان يشوف مين اللي على الكرسي، لكن ما لقاش حد. وإيد مسكته في الوقت ده واتخض، لكن بتطلع أميرة في الآخر قالت له انت اتخضيت كده ليه؟ مالك؟ الشخص اللي كان في الصورة خرج وكان قاعد على الكرسي. بص على الصورة كده. بصوا على الصورة لقوها رجعت لطبيعتها. قالت له اهدى كده، مفيش حاجة، البيت كله هدوء بس، وانت شكلك تقلت في الشرب وبتتخيل، اتفضل علشان تنام وريح جسمك. قال لها تمام واداها الكتاب ولاحظ الوشم اللي في ظهرها وقال في سره هو ده كان حلم ولا حقيقة؟ انا شفت الوشم ده في الحلم. وتاني يوم حضر شنطته علشان ياخد جولة في القرية، ولما نزل اتفاجئ بميرة وهي بتتكلم في التليفون بصوت راجل. ولما خلصت قالت له انا كل فترة بغير في صوتي كده لما حد يكلمني علشان الناس تصدق ان في راجل في البيت. انت عارف بقى ان انا بنت وحدانية في القصر ولوحدي، وزوجي ولا بيتكلم ولا بيتحرك، فلازم اعمل كده بس عشان مفيش حرامية تيجي جنب البيت ولا حاجة. قال لها انا مصدقك، ملوش لازمة الكلام ده كله يعني. طيب انت رايح فين كده؟ طالع استكشف القرية، ممكن تقابلني اي قصة اكتبها ولا حاجة، ممكن تختار لي اي مكان اروح ليه. طيب هقولك، في مكان مسافته كيلومتر قريب من هنا، هتطلع تسأل الدكانة اللي جنب القصر وهو هيدلك عليها، وده الفطار بتاعك انا مجهزاه بايديا، خلي بالك من نفسك. كبير مشي وهو فرحان وقال لنفسه اخيرا لقيت شخص حنين وبيخاف عليا. انا بدأت احب شخصية ميرا بالرغم ان شخصيتها غامضة، لكن اكيد مع الوقت هعرف عنها كل حاجة. وصل كبير للمكان وسأل الراجل ده عن الدكان اللي ميرا قالت له عليه. الراجل قال له كان في دكانة هنا فعلا يا ابني، بس الدكانة دي قفلت من سنة ونص. كبير قال معقولة ميرا ما خرجتش من البيت بقالها سنة ونص؟ راح لها قال لها انت ما خرجتيش من البيت بقالك فترة صح؟ ما ردتش عليه. هو قال لها على فكرة انت شخصيتك غامضة جدا، انت بقالك سنة ونص ما خرجتيش من البيت، ممكن اعرف ليه؟ طيب وانت عاوز تعرف ليه؟ علشان تكتب قصتك صح؟ انت ايه السر بتاعك يا ميرا؟ لو حابب تعرف ايه سري لازم اعرف انا كمان سرك. بطلي الغاز، انت وراكي قصة كبيرة وانا متأكد من كده. طيب ايه رأيك تسيبك من قصتي وتكتب قصة دلوقتي جديدة، والقصة بتحكي عني وانا معاك مش فاهمك؟ هقولك، القصة بتحكي عن قصر فاضي في بنت وحيدة وزوجها مشلول، وفجأة بيظهر في حياتها كاتب روايات عنده فضول جدا يعرف ايه قصة البنت دي. وكاتب الروايات بيحاول يتقرب من البنت دي بس بيفضل خايف يتقرب منها، والبنت بتكون عارفة انه عاوز يتقرب منها وعندها امل انه يخلصها من السجن اللي هي عايشة فيه ويكون فارس احلامها وينقذها. السؤال هنا بقى، هو كبير ساكت ليه ما بيتكلمش؟ اخرب بيتك يا أميرة، عملت ايه في الواد؟ المهم عدت الايام وتقربوا من بعض جدا، ولما حاول يقرب منها منعته وجريت. قال لها انت مجنونة؟ وقت ما تحب تقربي مني تقربي، ووقت ما انا اقرب منك بتبعدي عني؟ في ايه؟ انا ما بقتش فاهمك. انت بتحبيني وعاوزه تقربي مني بس خايفه من حاجه هي اللي بتمنعك. انا لازم اخرجك من هنا. قالت له انا مش هينفع اخرج من البيت. قال لها ليه مش هينفع؟ القصه مش بسيطه زي ما انت متخيل، عاوزك ترد دلوقتي عليا حالا، انت بتحبيني ولا لا؟ ايوه بحبك بس مفيش بس، تعالي معايا يلا. يا كبير اللي انت بتعمله ده غلط صدقني، خروجي من هنا هيسبب مشكله. ما سمعش كلامها وخدها، وهم في الطريق بالعربيه ظهر لهم طيف شبح وعملوا حادثه. طلب كبير الشرطه بعدها علشان يحكي لهم عن اللي حصل، وهي كدبت على الضابط وقالت له احنا اتخبطنا في حجر، مفيش داعي انك تفتح محضر. وبعد ما مشوا قال لها انت كدبت على الضابط ليه؟ انت ما شفتيش الشبح اللي وقف في نص الطريق؟ قالت له انا حذرتك وانت ما سمعتش كلامي وخليتني اروح معاك غصب عنك. تقصدي ايه؟ ان انا السبب يعني؟ وفسري لي اللي بيحصل ده. انا طالعه انام، تصبح على خير. طلعت وزوجها فضل يزعق لها لانها سابته لوحده في البيت، وكبير اتعصب جدا وطلع يلم هدومه علشان يمشي من البيت. ولم هدومه بالفعل علشان يمشي، لكن قرر اللحظه انه لازم يساعدها وما يخيبش ظنها فيه. هو قدامها فارس احلامها زي ما هي قالت. وراح تاني يوم لمحرقه الجثث ونده على الشخص اللي قابله قبل كده، والشخص ظهر له وقال له انا كنت متاكد انك هترجع هنا تاني. كبير قال له انت شكلك بقى عارف كل حاجه. مش كل حاجه يعني، انت هتحكي لي عن الباقي. حكى له كبير ان في روح شريره في البيت هي اللي منع ميرا من الخروج. الراجل قال له طيب انت عاوز تعرف الروح دي لمين؟ كبير قال له ايوه،
في سر كبير هي خايفه تقولي عليه، او مغلوبه على امرها وخايفه من الروح علشان شبح الروح ده ما يأذيهاش. انا عاوز اساعدها ارجوك. الراجل قال له ما تقلقش، انا هجيلك على البيت النهارده، بس لازم تعمل اللي هقولك عليه. رجع كبير للبيت قال لها انا اسف ان انا انفعلت عليك امبارح، ما كنتش اقصد والله. قبلت اعتذاره وحضر لها مشروب وحط لها فيه مخدر وخدها نايمها. وجه الراجل بتاع المحرقه وبداوا يعملوا شويه طقوس تظهر في انعكاس ضوء الميه. دخلت نفس الفراشه اللي ظهرت له في الوقت ده، وطبق الميه اترمى لوحده، وسمعوا شخص بيعيط بصوت عالي. قاموا يمشوا ورا الصوت ما لقوش ليه اي اثر، والصوت رجع تاني ومشوا في اتجاهه لحد ما وصلوا البدرون تحت الارض، ولقوا شخص قاعد في زاويه مش واضح ملامحه، والكشاف بتاعهم انطفى في الوقت ده. ولما رجع الضوء لقوا الشخص اختفى. قالوا لبعض هو راح فين، والراجل اللي مع كبير اتسحب مره واحده، وكبير فضل يجري علشان يلحقه. وباب البدرون اتقفل على كبير وحاول يكسره بكل قوته لكن ما عرفش، لحد ما الراجل اللي كان معاه فتح الباب وطلعه. والراجل سحبه من ايده للغرفه اللي فيها الصوره وقال له انت مش كنت عاوز تعرف الروح لمين؟ اللي في الصوره ده هو الشبح واسمه جديف. كبير قال له ازاي؟ ده زوج ميرا المشلول. الراجل قال له بس جديف ميت من زمان يا ابني. ميت من زمان؟ طيب هو مين اللي معاه فوق ده؟ انا سمعت وهو بيتكلم معاه امبارح. افتكر هنا كبير بقى لما ميرا اتكلمت بصوت الراجل وقال معقوله تكون الروح ساكنه في جسم ميرا وبتتكلم بلسانها وزوجها ميت فعلا؟ الراجل قال له ميرا هي المسؤوله عن كل حاجه بتحصل في البيت، ويمكن هي اللي قتلت جديف كمان. انا لازم امشي دلوقتي وانت عارف هتعمل ايه. جري كبير على الغرفه اللي فيها زوجها ودخلها، ولقى فعلا جديف نايم على السرير في وضع ثابت ما بيتحركش. ولما خرج لقاه في وشه وهي ضربته قلم محترم وقالت له انت مين سمح لك تدخل هنا؟ اخرج بره بيتي يلا. الحق عليا اني وثقت فيك، لكن انت استغلتني علشان قصتك. ارتحت دلوقتي وعرفت الحقيقه؟ صدقيني انا ما جيتش هنا يا ميرا علشان الكتاب اللي بألفه، انا جيت علشان اساعدك مش اكتر. ما هو واضح فعلا المساعده بتاعتك. كنت فاكرني بكدب عليك واديتني مخدر علشان تشوف زوجي موجود ولا لا؟ استريحت لما شفته؟ طيب انت بتبعدي عني ليه؟ وايه اللي ساجنك هنا في البيت؟ ده اللي انت عاوز تعرفه صح؟ انا هعرفك. الروح الشريره اللي بتظهر دي تبقى مرات زوجي الاولى، وحلفت انها مش هتخلينا نعيش في سلام وهتخلي عيشتنا سودة، واستعملت السحر الاسود قبل ما تموت وروحها سكنت البيت، ومن ساعتها بيحصل اللي بيحصل ده وبتمنعنا نخرج من البيت. مبسوط دلوقتي يا كبير؟ في اي حاجه تانية محتاج نحكي لك عليها تكمل بيها روايتك؟ انا اسف يا ميرا. طيب بعد اذنك اخرج من بيتي. خرج مشي وهو قلقان عليها وقعد يكتب لها جواب، وراح للبيت بالليل علشان يرمي الجواب جوه البيت، لكن رجع في كلامه وهي ظهرت وسحبت الجواب من ايده. ولما قرأت الكلام اللي هو كاتبه لها قبلت اعتذاره. لا وكمان شكلها كده اتحمرشت بيه. هي حالفه ما تسيبك يا كبير. قال لها انا عاوز اكل، حضري لي اكل. قالت له عينيا، ثواني والاكل يكون عندك. ومفيش ثواني عدت وسمعها وهي بتصرخ. ولما خرج لقى جديف زوجها مطعون بسكينه وميت على السلم. فضل يبص على الجثه وقام سحب منها السكينه، ما لقاش اي اثار للدم عليها. استغرب وبص لميرا ولقى تحت لسان الجثه عشب بيمنع الجثه انها تتحلل. قال لها جديف ميت من زمان، انت اللي قتلت زوجك صح؟ احكي ساكته ليه؟ انت اللي قتلت زوجك. فضل يكرر في الكلمه وهي انهارت وجريت وقفلت على نفسها الاوضه وخدت برشام علشان تنتحر. بس الحقها كبير في اخر لحظه. قال لها احكي لي يا ميرا عن كل حاجه، انا مش هاذيكي والله صدقيني، مش عاوزك تخافي مني. هديت ميرا وبدات تحكي له قصتها وقالت له القصه ما بداتش من القصر، بدات من مدينه مومباي. انا كان حلمي اكون عارضه ازياء، لكن امي وابويا وقفوا ضد حلمي واتخانقت معاهم وخرجت بالعربيه وانا منهاره جدا، ومن غير قصد خبطت شاب ومات، وخفت جدا وهربت لان كل الناس كانوا عاوزين يمسكوني. وتاني يوم كل الاخبار اتكلمت عن الحادثه. والنصيبه بقى ان الشاب اللي انا خبطته ده طلع ابن شخصيه مهمه في البلد، والحكومه طبعا مش هتسكت غير لما تجيب البنت اللي خبطته اللي هو انا. ولحسن حظي ان محدش قدر يتعرف عليا، وقررت ان اسيب المدينه ومشيت على رجليا لحد القريه هنا. وجديف قابلني في الطريق وعرض عليا المساعده، وانا كدبت عليه وقلت له يوصلني لفندق القريه لان اصحاب البنات منتظريني هناك وتليفوني فاصل ومش عارف اوصل لهم. ولما وصلني قال لي انت شكلك بنت ناس، انا عارف انك بتكدبي عليا، انت تليفونك شغال ومالكيش اي اصحاب هنا، انت مشيتي مسافه كبيره جدا على رجلك علشان توصلي للقريه، ما ركبتيش القطر زي ما قلتيلي لان بنطلونك متوسخ، وده دليل انك مشيتي في اراضي زراعيه كتير، انت شكلك هربانه من حد بيدور عليكي. اقول لك انت هربانه من مين؟ انت هربانه من الحكومه، لانك خبطت واحد ابن مسؤول كبير في البلد وقتلتيه. كانت مصدومه في كل كلمه بيقولها ومش عارفه تنطق بكلمه، وهو اتكلم وقال لها القرار قرارك، لو عاوزه تعيشي في القريه وتفضلي هنا الناس مش هتسيبك في حالك، تعالي عيشي معايا وثقي فيا لاني دلوقتي عارف عنك كل حاجه، واكيد طبعا مش هاذيكي، فكري كويس. خافت منه جدا ليفضحها وراحت معاه، واستغربت من الهدوء اللي في القصر بتاعه،
وهو جاب لها فستان وقال لها الفستان ده بتاع مراتي، تقدري تلبسيه، هيكون كويس عليكي جدا. قالت له هو انت متجوز؟ كنت متجوز ومراتي ماتت. انا اسفه ما كنتش اقصد. لا ما تتاسفيش، انا عمري ما حبيتها اساسا، وعلشان كده قتلتها وارتحت منها. نعم بهزر معاكي، ايه ما بتحبيش الهزار ولا ايه؟ تقدري تغيري هدومك في اي غرفه تعجبك. راحت تغير هدومها وطلع جديف خنجر من درج مرسوم فيه النجمه الخماسيه، وجرح صباعه بالخنجر ونقط بدمه في الكاس بتاع ميرا. دخلت شربت الكاس وهو كان مركز معاها جدا لحد ما فقدت توازنها ووعيها كله بقى تحت سيطرته. هو عمل لها سحر علشان تكونوا عارفين. وبعد ما قضى معاها الليله خدها البدرون في علب كتيره جدا وكل علبه جواها فراشه. قالت له هو انت حابسهم ليه؟ قال لها تعالي ورايا وانت هتعرفي. راح للغابه وقلع قميصه ومسك فرخه ذبحها وغرق جسمه بدمها وفتح العلبه دي لحد ما الفراشه حبست نفسها وهو قفل عليها. خافت جدا وجريت تلم هدومها علشان تهرب، ولما حست انه رجع عملت نفسها نايمه، ولما فتحت عينيها لقيته في وشها. قالت له انت مين؟ انت مش جديف؟ لا انا جديف، بس الفرق انك عرفتيني دلوقتي على حقيقتي. انت كنت بتعمل ايه في الغابه؟ بجدد لك السحر علشان تفضلي معايا. انا حبيتك جدا وخفت لا تسيبيني. جريت منه. هو قال لها انت رايحه فين؟ لو سبتيني هبلغ عنك، ولا انت ناسيه الشخص اللي انت قتلتيه؟ زقته والحاجز اتكسر بيه ووقع على ظهره وحصل له شلل نصفي، ما بقاش يتحرك خالص. وحبت ميرا تنتقم منه قبل ما تسيبه وتمشي، ودخلت البدرون كسرت كل العلب وحررت كل الفراشات المحبوسه. وكبير حس باللي انا عملته لان روحه مرتبطه بيهم. ولما جيت امشي لقيته بلع برشام ومنتحر، وكان موجود جنبه ورقه مكتوب فيها انا عارف انك هتسيبيني وهتمشي، بس انا مش هسمح لك. الرساله اللي في ايدك دي نسخه احتياطيه مش اصليه. النسخه الاصليه عند المحامي بتاعي، والنسخه الاصليه دي بقى مكتوب فيها ان مراتي بتكرهني وحاولت اكتر من مره انها تقتلني. لو عرفت يا حضره المحامي ان في يوم مش في البيت اعرف انها قتلتني. ومن ساعتها يا كبير وانا محتفظه بالجثه بتاعته. خفت للمحامي يسجنني الصراحه. وغير كده جديف كان كاتب لي كمان ان شبحه مش هيخليني اخرج من البيت، وده اللي حصل فعلا. روحه بتمنعني اخرج من البيت دايما، زي ما انت شفت يوم ما حاولت تخرجني. كبير قال لها احنا لازم نحرق جثته في محرقه الجثث. هو ضحك عليك علشان جثته تفضل موجوده. طول ما جثته موجوده شبحه مش هيسيبك. انا دلوقتي معاكي ومش هسيبك، انت اتظلمت كتير. خدوا جثته فعلا وكانوا في طريقهم لمحرقه الجثث، لكن العربيه عطلت بيهم في نص الطريق. ونزل كبير لقى كرباتير العربيه فضي من الميه. قال لها انا هروح املى ميه واجي بسرعه، خليكي هنا ازقزي شويه لب مع الجثه لحد ما اجيلك. كابتن اجيب لك حاجه تاكلها؟ طيب انا بطمن عليك بس يا عم، ما تبصليش كده. سمعت صوت كبير في الوقت ده وهو بيصرخ، وطلعت جري تدور عليه في الغابه. والمصيبه بقى ان كبير عدى من جنبها، راح ما لقاهاش في العربيه وقلق عليها جدا وبدا يدور عليها. وهي شافت شخص لابس نفس اللبس بتاع كبير ساند على شجره. وفي الوقت ده الشبح بتاع الجثه خلى العربيه تمشي لوحدها وخلاها تخبط في عمود الكهرباء. وكبير في الوقت ده لحق ميرا اللي كانت متجهه للشجره. جريوا بعدها على العربيه لقوها ولعت، وطلعوا الجثه بسرعه لانها مفروض تتحرق في المحرقه بتاعت الجثث. المهم خدوا الجثه حرقوها فعلا، وعدت الايام عليهم وهم عايشين مع بعض في سعاده تامه. وبعد كام يوم ميرا صحيت على صوت، ولقيت الشاب اللي خبطته بالعربيه موجود قدام البيت هو ونفس العربيه اللي خبطته بيها. اتصدمت وخرجت تبص، وكبير صحي على صوتها وهي بتصرخ. ولما خرج ما لقاش ليها اي اثر، وسمع صوتها وهي بتقول له الحقني يا كبير. مشي ورا الصوت لحد ما وصل للغرفه اللي فيها صوره جديف. والصدمه الكبيره انه لقى صوره ميرا بنفس لبسها محبوسه جوه الصوره. اترعب جدا، وتاني يوم جاب الراجل بتاع المحرقه علشان يفسر له اللي بيحصل وميرا اختفت فين. والراجل قال له ان الصوره دي بوابه لعالم الارواح، والارواح بس هي اللي تقدر تدخل وتتحكم في البوابه دي. كبير قال له ايه اللي انت بتقوله ده؟ اللي انت بتقوله ده جنون، انا هخليك تصدق. مد الراجل ايده ودخلها جوه البوابه وقال له صدقتني دلوقتي؟ ده الخبر بتاع موت يا كبير، انا مت في حادثه وروحي رجعت لسبب ما علشان اساعدك. الروح بتاعت جديف يا كبير حبست ميرا جوه البوابه. انا جبت لك الرماد بتاع جثه جديف اللي اتحرقت، وهعمل لك عليها شويه طقوس، ولما تروح للقصر بالرماد الروح بتاعته هتحضر، ومش بعيد روحه تتجسد لك في اي حاجه. راح كبير ادى الطقوس فعلا زي ما الراجل قال له، والروح بتاعت جديف بدات تعمل عمايلها واتجسدت في فراشه. حاول كبير يمسكها لكن معرفش، والفراشه قتلت نفسها. ولما دمها جه على الصوره بتاعت الذئاب اختفوا من الصوره، وشكل جديف ظهر له وقال له انت هتموت النهارده بأبشع طريقه. والذئاب اللي كانوا في الصوره في الوقت ده ظهروا له على الحقيقه وبدأ يتعارك معاهم. وبعد ما خلص عليهم الدم بتاع الذئب جه على الصوره بتاعت العفريت ده، وانتوا عارفين اللي هيحصل بقى. العفريت طلع له من الصوره وقال له هجيبك يعني هجيبك. شكله عفريت دم محامي.
وبعد معركة طويلة كبير اتصاب، لكن يسيب العفريت في حاله؟ أبدا، مسك السكينة ورشقها في ظهر العفريت، والعفريت بقى يحاول بكل الطرق إنه يزحف علشان يوصل للصورة دي ويطلعها بدمه، وكبير قال ما بدهاش بقى، وهو اللي عاص دمه بدم العفريت، والروح بتاعت جديف بقت في جسمه. وافتكر كبير بسرعة كلام الراجل بتاع محرقة الجثث بإن رماد جثة جديف لو اتخلط مع روحه هتنتهي للأبد. طلع كبير في الوقت ده الرماد وبلعه كله، لا يحرقه، طلع على مهله من جسمه وخد طيارة للجحيم الأبدي. وميرا بتتحرر من البوابة والراجل الميت مهمته بتنتهي. وبعد شهر من الواقعة دي كبير بيكتب رواية ميرا كاملة، والرواية بتنجح وبيتشهر جدا، وبيتجوز هو ومراميرو في الآخر، وبينتهي فيلمنا على كده. والله الرعب الهندي ده ماله مثيل. وبكده يكون وصلنا لنهاية فيلمنا. أتمنى الفيلم يكون عجبكم، اشتراك ولايك وتفعيل جرس الإشعارات علشان توصل لكم كل أفلامنا. وبس كده، السلام عليكم.